حياكم الله مشاهدينا الكرام في أول حلقة من برنامج رائدات. النجاح في الحياة وتحقيق إنجازات كبرى أمر وارد جدا ومن الممكن تحقيقه، لكن لمن أراد. مهما كانت الظروف صعبة وسيئة فأنت تستطيع تجاوز هذه الظروف طالما توفرت الإرادة، بل إن البعض يستخدم هذه الظروف والأزمات التي تواجهه أثناء تحقيق حلمه منطلقا للوصول إلى الهدف والنجاح. للنجاح قصص عديدة سنتطرق إليها من خلال هذا البرنامج، ومعنا اليوم رائدة وسيدة حققت الكثير من النجاحات لنتعرف عليها معا. نرحب بالسيدة ندى سلطان. أهلا بك سيدة ندى. أهلا وسهلا. بداية نعرف مشاهدينا عن حضرتك وعن حياتك بصورة عامة. اسمي ندى سلطان. نعم. مواليد كركوك 1985. خريجة أدب تركي حديث جامعة كركوك كلية التربية للعلوم الإنسانية. نعم. أعمل معاون مدير ثانوية حاليا، وعملت قبل هذه الفترة فترة طويلة بالإعلام، وطبعا إعلام مقروء ومرئي ومسموع، ويعني كاتبة مقالات وشعر، وأيضا عمود ثابت للعديد من الصحف والمجلات العربية والعالمية. نعم. ست ندى، متى أول مرة اكتشفتي فيها بأنك عندك موهبة كتابة الشعر؟ موضوع قديم جدا يعود لسنوات طفولتي الأولى، يعني من عمر الابتدائية. أنا يعني بعد ما أنهيت مرحلة أول الابتدائي وبديت يعني أحس أنه عندي قابلية للقراءة وللاطلاع. نعم. وأيضا عندي سماع جدا واضح وقوي ويستقطب اللغة العربية وخصوصا الشعر، فذوقت الشعر بوقت مبكر جدا من حياتي. يعني الموضوع عائد لسنوات طفولتي الأولى، مو شيء جديد ولا بهذه السنوات الجديدة. نعم. تعتبرين الشعر هو موهبة متأصلة فيك أم هو مجرد هواية؟ لا، أنا أعتبر الشعر يعني جذر من جذوري. نعم. يعني لنقل أنه مو موهبة عادية، لا، إنما هو يعني أمر جيني بحت، يعود لجيناتي أساسا. زين، الشعر هل هو يكتسب أم هو يأتي بالفطرة لدى الشخص؟ بالفطرة. هو ما عندنا يعني موهبة تأتي بالاكتساب، عندنا خبرة تنمى بالاكتساب. أما الموهبة لا، هي فطرية موجودة عند كل الناس، لكن أشخاص قليلين جدا، أو لنقل الأشخاص الأذكياء هم اللي قادرين على أن يكتشفوها بمرحلة مبكرة من عمرهم ويطوروها بخلال سنوات حياتهم المقبلة. إذن هي بالفطرة تأتي موهبة الشعر؟ بالضبط، بالفطرة. أكو أحد من العائلة يعني كان والدي الله يرحمه كان متذوق جيد جدا للشعر. نعم. ويمكن هو اللي ورثني هذه الخصلة من أني أحب الشعر وأظل أتبعه لحد ما وصلت لسن الحالي. نعم. أنت خريجة أدب تركي ذكرتي. نعم. لكن تكتبين الشعر باللغة العربية. نعم. ما لاقيتي صعوبة بهذا الشيء؟ لا، هو الموضوع يعود إلى أنه أنا أساسا يعني جدا أحب اللغة العربية، واختصاصي باللغة التركية جاء بمحض الصدفة يعني. نعم. لأنه أنا كنت رايدة أختص باللغة العربية حتى أنمي ذائقة الشعر وتجربة الكتابة عندي، لكن شاءت الصدف أني أكون طالبة بقسم اللغة التركية، لكن ما انقطعت. يعني هذا الأمر شجعني إلى أنه أنا أتعرف على ثقافات أخرى وأبدي أقرأ حتى اللغة العربية هي لغة تقريبا نقدر نقول عليها صعبة، تحتاج إلى يعني لغات مكثفة أنه تدخلين دورات بها حتى تقدرين تكتبين باللغة العربية دون أخطاء. لا، ما أتفق ويا هذه نعم. الفكرة أنه اللغة العربية صعبة ولازم ندخل بها دورات. لا، لأنه هي يعني أساسا اللغة العربية ما تكتسب إلا بالقراءة، مو عن طريق دورة. لا، لازم أني أكون قارئ جيد حتى نعم. بعدها أكون كاتب جيد. إذا ما أكون قارئة جيدة، ما أطلع على ثقافات مختلفة وأقارن بينها وبين اللغة العربية وأقارب بين ما موجود بالثقافات الأخرى واللغة العربية، ما راح أقدر أطور نفسي باللغة العربية. فأساس أنه الواحد ينمي نفسه باللغة العربية هو أن يقرأ. نعم. نعم. شنو نوع الكتب اللي تحبين دائما تقريها؟ والله أنا بداياتي
كانت أساسا مع الروايات، يعني بديت بعمر مبكر، يعني تقريبا بعمر المراهقة مع روايات الكاتبة العظيمة طبعا أجاثا كريستي. نعم. بعدها طورت هذا الموضوع إلى أن أقرأ شعر لشاعرنا الكبير العظيم الراحل بدر شاكر السياب، وبعدها طور الموضوع إلى أن أقرأ كتب أخرى أيضا. نعم. وأطور لغتي. حضرتك ذكرتي أنه قرأتي العديد من الكتب وقرأتي نعم. روايات أيضا ومقالات. نعم. لماذا اخترتي الشعر بالذات دون غيره من الفنون الأدب؟ لا، هو أنا يعني عندي تجارب سابقة بكتابة المقالات وأيضا القصة القصيرة، وشاركت بسنوات عديدة من مراحل حياتي الدراسية بمسابقات للخطابة ومسابقات للقصة القصيرة، كتابة القصة القصيرة، وأيضا حزت على جوائز بها. لكن يعني استقريت على موضوع النثر تحديدا، قصيدة النثر بالشعر اللي هو جزء من الشعر نفسه. يعني اختصيت به لأنه شفت نفسي قادرة على أن أكتب هذا النوع من الشعر. وأيضا إن شاء الله المشروع الثاني راح يكون يعني بداية لرواية، فما مختصة بالشعر، لا فقط نعم. يعني بديت بالشعر. من كان دائما يشجعك ويساندك بكتابة الشعر؟ والله البداية كانت مع والدي الله يرحمه، وبعدين أساتذتي بقسم اللغة العربية، يعني هم اللي يشجعوني وحثوني على أني أستمر بهذا الطريق. نعم. مرة سمعت بإذاعة كانوا مطلعين تقرير وتقول الشاعرة فيها جلالة نوري الشاعرة الكردية نعم. إنها بدأت بقراءة الشعر من خلال يعني والدها كان دائما ما يأتي بالجرائد بشكل يومي نعم. ويضعوها تحت الطعام، يعني نعم. نسويها سفرة احنا نقولها نعم. فهي كانت تأكل وتقرأ الشعر الموجود تحت الطعام، فبدأت لديها يعني حب قراءة الشعر وبدأت تجربتها بالكتابة. صحيح. بدأت تكتب الشعر شوي شوي، طورت نفسها إلى أن أصبحت شاعرة. تحياتنا لها، وهي الآن بأمريكا ساكنة. نوجه لها تحية طبعا. نعم. أنت كيف كانت تجربتك أول مرة، يعني كيف بدأت بكتابة الشعر؟ هو أنا ما بدأت يعني كتابة عبثية. نعم. الموضوع يعني أرجع وأقول أنه هو عائد لي سنوات الطفولة الأولى لما أنا بدأت أقرأ. الإنسان لما يبدي يقرأ راح يبدي هنا يحاول أولى المحاولات بالكتابة، يعني صار عندي فضول أنه أكتب مثل الناس اللي يكتبون. يعني لما أقرأ شيء وأطلع عليه يصير عندي هذا الفضول، خصوصا مثل ما ذكرت يعني إحنا بالتسعينات تحديدا ما كان عندنا هذا الانفتاح على وسائل التواصل، بدينا بالجرائد والمجلات يعني وبالكتب المتاحة بالمكتبة المدرسية، فمن هذا تولد الشعور ومن هذا طورت موهبة الكتاب. بمن متأثرة أكثر شيء من الشعراء؟ من الشعراء العراقيين أكيد طبعا راحل بدر شاكر السياب، الشاعر مظفر النواب، الشاعر أحمد مطر. نعم. عربيا عندنا محمود درويش، عندنا نزار قباني. يعني من الروائيين أيضا غسان كنفاني. عندنا هواية يعني من اللي نتأثر دائما بهم ونقرأ لهم، فالوقت لا يكاد يسع أني أذكرهم كلهم. نعم. أنت خريجة آداب أو أدب تركي. نعم. هل استمعتي إلى الشعر التركي، وهل أعجبك هذا النوع من الشعر؟ ومنهم من الشعراء الأتراك تحبين أن تسمعي لهم؟ والله أنا أقرأ باللغة التركية لتنمية لغتي التركية ولتطويرها، يعني ما أريد أختص بالشعر التركي، لكن أقرأ باستمرار. وأكثر الشعراء اللي طبعا يعني تأثرت بهم هو أوزدمير عساف، يعني واحد من أعلام الشعر التركي. وأيضا أقرأ روايات رشاد نوري جنتيكين. هذول أكثر اثنين أثروا بي بصراحة. طيب، هل قرأتي الأدب الكردي أيضا وتأثرتي بشاعر كردي؟ حاولتي أنه تطلعين على الأدب الكردي؟ بأوقات بفترة سابقة قرأت شوية من شعر رانجوري الشاعر الكردي. طبعا هذا يعتبر من يعني شعراء الكرد العظماء يعني.
بداياتي كانت شوية يعني صار عندي فضول إني أطلع، بس بعدين لاقيت صعوبة بصراحة، لأنه الموضوع يحتاج إلى أنه أكون يعني مطلعة على اللغة الكردية، وأنا شوية يعني تعرفين بحكم أنه مثلا المولود بمنطقة عربية أو اللي عايش حياته كلها بلغة عربية وكذا، فشوية كان الموضوع صعب عليه، لكن عندي اطلاع. هل تنوعت قراءاتك لتشمل كافة الجوانب الثقافية ككتب الفلسفة وأيضا كتب علم النفس وإلى آخره؟ أكيد طبعا. وشنو الكتاب اللي حابة تقريها بالفترة الجاية؟ والله يعني قرينا هواية احنا، يعني حتى مثلا تقرين سياسة، تقرين دين، تقرين فلسفة، تقرين علم نفس، هذا لزيادة الاطلاع وحتى ننمي عندنا هذه الذائقة اللغوية. وأكيد الكتاب اللي ما نقدر نستغنى عنه هو، يعني أنا دائما بين فترة وفترة أرجع أقرأ كتاب الجريمة والعقاب. نعم. نعم. ليش تحبين هذا النوع من الكتب يعني؟ هي أكو سبب معين؟ والله هو الأدب الروسي طبعا هذا لا غنى لنا عنه، لأنه يعني هو يعني من أعظم المدارس بمجال الأدب، لذلك دائما ما نلجأ، يعني احنا خلينا نقول نعتبر نفسنا مبتدئين بالكتابة وبالمضمار الأدبي، لازم نتثقف من هذا الجانب تحديدا. كيف تصنفين كتابك الشعري الأول؟ هل هو سياسي أم هو رومانسي أم هو نوع آخر؟ لا، ما أصنف السياسي، رغم أنه هو يحتوي نصوص يعني بها هذه النزعة السياسية اللي تخص الوضع الراهن، لكن هو يعني مجموعتي الشعرية يعني تستند على الشعر الرومانسي تحديدا. نعم. شنو الأوقات اللي تحبين أن تكتبين بها شعر؟ عندك أوقات محددة أم عندي أوقات ويعني طقوس معينة؟ نعم. نعم. أي صحيح. شنو هي الطقوس؟ أكثر وقت أكتب به هو وقت الفجر، يعني يعني من 5 وجاي، أو يعني طقوسي هي بس إنه يكون مثلا المكان هادئ وتتوفر به موسيقى، خلاص أنا رأسا أبدي أكتب، يعني ممكن أبدأ حتى بكتابة النصوص. تقدرين تسمعين شيء من أشعارك وتحسيه هو الأقرب لقلبك؟ أكيد طبعا. راح أقرأ على حافة الناس. نعم. هذا لأنه أنا كتبته بظروف خاصة. يتثاءب الشعر معلنا انتهاء العرض، يجلس كلاهما على حافة النص، يتهامسان في حذر خشية أن تنتبه اللغة، يضحكان بتثاقل، يحمل كل منهما أزمنته في جيبه، يطويان حديثا لا طاقة للحب به، يغادران على أمل اللقاء في قصيدة أخرى. نعم. تكتبين بالفصحى ولو عندك شعر أيضا بالعامية كاتبته؟ لا، ما يعني الشعر العامي صعب، هذا مو أي واحد يقدر أصعب يكتبه. من الفصحى؟ برأيي نعم، أصعب من الفصحى. نعم. ما هي تحسين أجمل كتاباتك الشعرية؟ أكثر شعر تحسين أنه أنت أبدعتي فعلا بها؟ قصدك أقرب نص لقلبي أو؟ الأقرب نص هذا اللي قرأتي هسه، لكن تحسين نفسك صدق يعني تعبتي بها وأبدعتي بها أكثر نوع من الشعر أو أكثر شعر كاتبته؟ لا، هو نص طبعا هو مو بس من وجهة نظري، لا من وجهة نظر اللي حوالي أيضا، يعني أثروا بها هواي عالم. يعني حتى نشر بأكثر من موقع، نشر بأكثر من صحيفة. هو نص هارب من عام 2050 يعني. هذا أكثر نص يعني صار برؤية مختلفة عن نصوص البقية، وأيضا لاقى رواج أكثر لأنه فكرته غريبة. يعني هي الفكرة كانت؟ الفكرة كأنما واحدة قاعدة تكتب من المستقبل، يعني حتى وأني يعني موجودة هسه ومتأثرة بهذا المحيط ودا أكتب نصوص من هذا الزمن الحالي، لكن هذا النص بالذات كأنما مثل أفلام الخيال العلمي، يعني كتبته وكأني قاعدة بالمستقبل ودا أشوف مستقبلي وكتبته. جيد. شعر معين الشاعر أو بيت أو قصيدة
حبيتيها كلش وتمنيتي انه انت كاتبه هذا الشعر وانت مؤلفته؟ والله هو نص سوداوي شوية وبي نبرة تشاؤمية، لكن أنا جدا أحبها، وبين فترة والثانية أرجع أقرأها. هي ومضة للشاعر الراحل بدر شاكر السياب، لما قال: هذه الصحراء لا فرح يرف بها، ولا حب، ولا أمن، ولا راحة، ولهذا السبب أطلق هذه الصرخة: يا خيول الموت في الواحة تعالي واحمليني. هذه جدا أحبها. نعم، شو السبب اللي خلاش يشدك أو شدك لهذا البيت؟ أعتقد الإحساس اللي انكتبت به هذه الومضة، يعني هو وصل إلي وحتى لأي قارئ آخر إحساسه العالي جدا لحظة كتب هذه الومضة، لأنه يعني إحنا قارئ له قصائد هواية، وحتى صارت دراسات وأبحاث عن قصائد طويلة كتبت يعني من قبل الشاعر بدر شاكر السياب، لكن يعني هذه بيها تكثيف عالي جدا، وأيضا إحساس قوي يصل للمقابل ويشعر بالوجع اللي كان يشعر به الشاعر، لذلك أنا تأثرت به بهذه الطريقة. ذكرتي انه انت تكتبين الشعر المنثور. نعم، قصيدة النثر. نعم، كتبتي انواع من الشعر الاخر، الشعر العمودي او الحر؟ ببداياتي لما بديت أقرأ لشعراء عراقيين وعرب، تحديدا لما كان عمري 15 16 سنة، كنت أعمد إلى أن أكتب الشعر العمودي، وكتبت 100 قصيدة تيمنا 100 قصيدة أم 100 بيت؟ لا، 100 قصيدة تيمنا بديوان أو مجموعة شاعر نزار قباني 100 رسالة حب. تحديت نفسي أني أكتبها، كتبت 100 قصيدة في سنة. بها هاي خلال سنة كتبت 100 قصيدة، وسبحان الله كانت عرضة، يعني دفتر الملاحظات عندي تعرض للسرقة وما قدرت. تعبت راح يعني؟ والله تعبي راح. نعم. أول قصيدة إلك كانت بعنوان شنو العنوان؟ أول قصيدة إلي كانت دائرة الذكريات. نعم. أي لحد هسه أتذكر عنوانها كان تقدرين دائرة تقولي لنا الذكريات. منه مقطع؟ لا والله ناسية يعني، لأنه الموضوع عدى عليه سنوات طويلة. شو وقت تحسين صعب أكثر شيء، إنه بداية القصيدة من تكتبيها أم شلون تختمين القصيدة؟ المطلع والقفلة، يعني الفكرة. أول ما تجي الفكرة لازم توظفين لغتك حتى تكتبين الفكرة، هذه شوية بها معاناة، بس بعدين يصير الاسترسال بمتن النص، وبعدها القفلة. يعني أنا دائما أحتاج أنه القفلة تكون شيء مختلف عن، باللغة العربية يقولون لها كسر أفق التوقع، دائما أساتذتي يأكدون على هذا الموضوع، ونصوصي تحتوي على هذا القفلة، أنه النص يبدي بداية استرسال سلس وبعدين ينتهي أنمي هاي الموهبة وتنساها. باعتقادي أكثر شيء ممكن يحفز الإنسان على أنه يبدأ أنه يمر بصعوبات مستمرة. يعني مثلا شنو الصعوبات اللي واجهتيها؟ والله هواي صعوبات، يعني فكرينا إياها. احنا نعم. كعراقيين بصورة عامة دائما عندنا هذه الصعوبات، الروتين اليومي، الوظيفة، بالمقابل عندك يعني أمنية أنه تطورين نفسك، تطورين موهبتك، فهذه يعني، وأنا تحديدا يعني ما أعرف إذا أقول لك أنه حياتي كلها يعني من بدايتها لحد ما وصلت هذا العمر يعني بمعاناة دائما، بتعب، بالتزامات، بوظيفة، دائما أشغل نفسي بأمور أيضا ثانوية، لكن أن تنمين موهبتك وتطوريها هذه ما أعتقد تحتاج كل هذا الوقت. يعني ما أقدر، ما أريد أخصص 10 ساعات من يومي حتى أطور موهبتي، لا، طوري موهبة القراءة عندك، يكون عندك أذن سماعية موسيقية سلسة، تقدرين من خلالها أنه تطورين هذه الموهبة، أو أيا كانت الموهبة عندك، مو شرط الكتابة. خصصي من وقتك أو من يومك فد ساعة إلها حتى تقدرين
تستمرين بيها وبنفس الوقت ما تنقطعين وتقدرين بالمستقبل تبدأين بيها. نعم. شلون قدرتي توازنين بين عملك وأيضا بين المنزل والأطفال والمسؤوليات وأيضا بين كتابة الشعر؟ كتابة الشعر هذه زاويتي الخاصة. يعني مثلا أنا لو أعمل 12 ساعة باليوم ولو عندي التزامات 20 ساعة باليوم، فتكفيني ساعة واحدة أختلي بيها بنفسي حتى يعني أتفرغ بها لنفسي تماما. يعني شوية أني أنانية بهذا الموضوع، أنه مهما كانت التزاماتي فبداخلي هذا الهاجس أنه عندي شيء أهم لازم أرجع له اللي هي نفسي. فإذا ما أكون أنانية بالالتفات لهواياتي وموهبتي ما راح أقدر أبدأ. فشوية من وقتي لازم يكون مخصص لنفسي حتى لو كانت عندي التزامات ثانية. سمعينا شعر آخر. تمام، نقرأ نص. تماهي أيضا نص من النصوص اللي أحبها. عندك ديوان شعر؟ هذه أول مجموعة إلي. أول مجموعة. نعم. موفقة إن شاء الله. تسلمين. أقول دعنا نفكر داخل الصندوق. عادة التفكير يكون خارج الصندوق. نعم. حتى الإنسان يبدأ، لكن دعنا نفكر داخل الصندوق. ثمة شيء كبير يحدث كلما حاولنا الخروج عن المنطق. دعنا نفكر بكل المستحيلات الممكنة، كأن تقول لامرأة سأكتب طالما أنك معي، يعني أن تدعوها لفك لغز القصيد والتناسل معها على الورق لخلق تماه لا ريب فيه. دعنا نفترض يا سيدي أن كل ما مضى من عمر لهفتنا محض كذبة، وأن ذراعيك وهما يحتويان قلقي حقيقتنا الوحيدة. جميل، عاشت الأيادي. تسلمين. ونصيحة حابة تقدميها أخيرا إلى جميع النساء اللاتي يعني عندهن موهبة ويحبون أنه يظهروها للعالم، لكن يقولون عندنا عوائق عديدة توقف قدامنا ما نقدر نكمل. الوصول لمرحلة ممكن تبدعين بها هذا يعود أولا لرغبتك الحقيقية بأن توصلين. يعني أنا ما يكفيني أني أشوف. طيب أكو نساء يقولون أنه إحنا أول مرة فشلنا، يعني بعد هذا الفشل من أول مرة يصير عندهم إحباط وما يكملون. أقدر أجزم أنه أني ماكو واحدة مثلي لاقت اعتراض، لاقت صعوبات، يعني سقطت 100 مرة، لكن بالمرة 101 لازم أوقف، لازم أقول أنه أنا موجودة وعندي صوت وعندي إرادة يقدر يوصلني يعني هذا الشعور إلى أني أحقق حلمي وأحقق ذاتي. فماكو شيء اسمه مستحيل، أصلا كل شيء عندنا ممكن يبدأ من المستحيل نفسه، لكن فقط الرغبة والصدق مع الذات والعمل والاجتهاد هو هذا اللي ممكن يوصل الإنسان إلى أبعد مما يتخيل. مو فقط المكان اللي يتخيلها، لا، إلى أبعد مما يتخيل. وأنا أساسا أشوف أنه المرأة كائن قوي جدا يقدر يحقق أي شيء ممكن يخليه بباله، بس يراد لنا شوية يعني صدق. نعم. وشوية جهد مع وصبر. الذات. نعم. وصبر أكيد. وهذا اللي كنت أريد أقول، أنه الواحد يعني مهما مرت بي ظروف، مهما مرت بي سنوات، ومهما عدى بي وقت، لكن دائما عندنا متسع من الوقت أنه نحقق ذلك. نقدر نقول أنه الفشل، بداية الفشل هو بداية النجاح. ما عندنا إنسان يفشل، ماكو شيء بالحياة اسمه فشل، لا، أكو تأخر فقط. نعم. كل شيء قابل للتحقيق مع الوقت، إلا أني أقول أني فاشلة، أني ما قدرت أسوي، أني ما قدرت أوصل، ليش فلانة وصلت أني ما وصلت؟ لا، كلنا سواسية بهذا الموضوع، فقط يلزمنا أنه نعد العدة الصحيحة ونخطط صح حتى نوصل صح. أيضا لازم يكون عندنا كتاب أو دفتر نكتب بها الخطط المستقبلية، شنو هي أهدافنا بالمستقبل. هذه بالبدايات تصير، يعني مثلا نعم. احنا كلنا تقريبا الناس اللي من جيلي، النساء خصوصا والرجال بصورة عامة، إذا نجي نحكي كمراهقين كأطفال نبدي نخصص دفتر، باكر راح أسوي هيجي
عقبه راح اسوي هيك. ف هذه بالبدايات تصير. بعدين الانسان لما يوصل مرحله من النضج انه انا اريد احقق شيء، يكفي انه يحط بباله انه انا اريد اوصل للمكان الفلاني. بعدين يوظف ادواته ويشوف طبعا انا اذا مثلا اريد اصير رئيسه وزراء او رئيسه جمهوريه او مثلا رائده فضاء، اشوف اولا بنفسي شنو الامكانيات اللي عندي. انا ما اقدر مثلا عندي امكانيات متواضعه وبسيطه واخلي ببالي حلم اكبر، لا، لازم احنا عندنا بالعاميه يقولون مد رجليك على قد لحافك. هذه يعني تتوافق بنسبه معينه مع اللي انا قلته، لكن انا بداخلي شغف وحب واريد اوصل لهدف معين، لازم اوظف كل شيء عندي، سواء من التزاماتي مع العائله، التزاماتي الوظيفيه، كل ما حوالي، واذلل كل العقبات حتى اقدر اوصل للمكان اللي اريده. نعم. يقال ان المراه هي دائما ما يقال ان المراه هي اضعف من الرجال بقدرتها على او مسؤولياتها تجاه الحياه وعملها. شنو الشيء اللي تقولين عن هذا الموضوع؟ احنا ما صحيح هي المراه هي كائن ضعيف؟ لا، هي المراه هي اللي تخلي نفسها تكون كائن ضعيف. يعني نظره المجتمع للمراه على انه هي كائن ضعيف اجى من خلال نماذج بالمجتمع قدمت المراه على انه هي كائن ضعيف. حتى احنا عندنا دائما بعض للاسف بعض وسائل الاعلام الموجهه اللي دائما تستغل هذه النقطه بايصال فكره على انه المراه كائن ضعيف. احنا ما عندنا كائن ضعيف، والدليل انه احنا عندنا مثلا اليوم المراه وصلت للفضاء، المراه صارت رائد فضاء، صارت كابتن طيار، صارت عالمه ذره، المراه صارت قاضيه، صارت طبيبه، صارت مهندسه. بكل المجالات عندنا نساء ابدعوا واثبتوا انه هم نساء قويات ونساء جديرات بهذا المقام. كيف للمراه اليوم ان تكون قويه وشجاعه بنفس الوقت؟ التحديات اللي تواجهها بالحياه هي اللي تخليها تكون قويه، ونسبه نجاحها في مواجهه هذه التحديات. اكو امراه من تجربه واحده تقول انا فشلت، خلاص انا ضعيفه ما راح اقدر اواجه بعد، لا، انما بتكرار تحديها لكل ظرف نعم. وقدرتها على إثبات أنه هي قادرة على تحمل المسؤولية، هذا ما يجعلها قوية. كيف تنظرين للمرأة قوية الشخصية؟ وكيف ممكن أنه من تنظرين للمرأة تعرفين أنه هاي شخصيتها قوية؟ شنو هي العلامات الموجودة تدل على أنه هاي المرأة هي ذات شخصية قوية؟ احنا للأسف يعني حاليا بمجتمعنا، ومن خلال طبعا اللي نشوفه من وسائل التواصل والناس اللي تطلع تقول اني كذا، اني شخصيه واني مشهوره واني هيك، يعتبرون انه اذا الوحده صارت سليطه لسان او قدرت تحكي فهذه شخصيه يعني قويه، وهذه ممكن يعتد بشخصيتها. انا اشوف العكس تماما. المراه ذات الشخصيه القويه كيف تكون؟ هي المراه اللي تعمل وتدع عملها يتحدث. نعم. أنا لو أبدعت بأي مجال، لو ركزت بعملي، لو ركزت ببناء شخصيتي، ببناء ذاتي، وتركت كل اللي حوالي يشوف هذه النتيجة بأفعال، فإذا أنا شخصيتي قوية. كيف تبني شخصيتها؟ تبني شخصيتها من خلال أولا أنه تركز كل مجهودها على بناء ذاتها أخلاقيا، سلوكيا، صحيا، اجتماعيا، أن تكون إنسان منتج، أن تكون قارئة. قوة الشخصية لكن عندنا أيضاً. نساء اليوم بحكم عاداتهم وتقاليدهم ما يقدرون مثلا للعمل، ما يقدرون يطلعون خارج البيت. هنا شنو هي الشيء اللي تقدمي لها اياه وتقولي لها انه مو فقط الشخص اللي يطلع برا او يقدر خارج البيت هو اللي يقدر يوصل، داخل البيت ايضا تقدر المرأة انه توصل صوتها وايضا تعمل اشياء تخلي المجتمع ايضا يتباهى بوجودها. احنا لما حكينا عن قوة الشخصية ما قلنا انه المرأة العاملة فقط هي قوية نعم. الشخصية، او المرأة اللي تقدر تحقق استقلال مادي ذاتي هي اللي شخصيتها قوية، لا. انا واحدة من الناس امي لا تقرأ ولا تكتب، بس ما شاء الله عليها شخصية قيادية، شخصية قوية يعني، ووصلتنا كلنا الحمد لله مراتب عالية بالمهنة وبالحياة أيضا،
وهي إنسانة بسيطة، لكن تفرض وجودها وتفرض شخصيتها من خلالنا إحنا. نعم. ومن خلال أيضا التزاماتها بالحياة. المرأة أيضا حتى وهي قاعدة بالبيت، حتى وهي يعني ما عندها طلعة، ما عندها مثلا خلينا نقول التزامات خارج البيت، ما عندها عمل، تقدر تثبت شخصيتها من خلال تجربتها كزوجة، كأخت، كأم، كبنت. بناء الشخصية القوية يعتمد على نوع الشخصية أولا، ثانيا السند من الأهل، منو اللي يقدر يساندها، تقدر تحصل على مساعدته، على إعانته، وتقدر تحقق ذاتها من خلال هذا الموضوع. طيب مو كل الأشخاص أو مو كل النساء دائما يكون عندها سند من الأهل، مو كل الأهل يسندون الفتيات بتحقيق أحلامهم. هنا شنو الممكن أن نسويها المرأة حتى هي تسند نفسها وتثبت جدارتها بالمجتمع؟ هنا يجي دور الإرادة. لما أنا أشوف أنه الكل ضد، أنا أحاول أبدي بأول خطوة، واللي هي إثبات نفسي داخل هذه الحلقة الضيقة اللي هي العائلة. أنا أريد أسوي شيء، حتى لو كلكم واجهتوني، أنا عندي فكرة أريد أطرحها، عندي مثلا مشروع أريد أسويه، نعم. عندي هدف أريد أدرس. وتبدي مثلا شوية شوية تحاول من خلال الاطلاع على تجارب الأخريات، لا بأس بالتقليد. فلانة مثلا وصلت، شلون وصلت؟ تعالي علميني، تعالي وجهيني، قولي لي ايش سويتي حتى توصلين، ايش سويتي حتى تقنعين أهلك مثلا أنه أنا أريد أصير. طبعا احنا ما نريد نشجع على أنه أي مكان تريدي له توصلي خلاص، لا. هنا أكو، أنت تعرفين يعني احنا مهما تمدنا ومهما انفتحنا على ثقافات أخرى، راح نبقى مجتمع محافظ. نعم. راح نبقى مجتمع شرقي، تبقى هذه النظرة الضيقة منا لحد يمكن 100 سنة قادمة أيضا. الأهل شوية بهذا الموضوع طبعا حقهم هم أنه يخافون، هي من حرصهم الزائد على حرصا الأطفال. نعم. حرصا وخوفا على يعني أنه هي لما تحتك بالمجتمع ممكن تتعرض لأذى، ممكن تتعرض أنه تشوف سلوكيات معينة تتأثر بها. هنا يجي دور التربية أيضا. يعني التربية الصحيحة هي اللي تخلي الخطوة الأولى على السكة تكون تمام. يعني أنا إذا ما واثق من تربيتي لبنتي، أو ما واثقة من تربيتي لبنتي، أكيد راح أظل أخاف عليها وراح أقلق عليها، وإنه وين طالعة ووين رايحة ومنين جاية وكذا. أحاسب، لكن أخلي فد مقدار من الثقة، أمنح هذا الشخص أو هذا الكائن اللي هي البنت، أمنحها مقدار من الثقة أن تخطي خطواتها بسلاسة، وأن تكون واثقة من نفسها. لا بأس من ارتكاب الخطأ حتى نتعلم، إذا ما نخطأ ما نتعلم. نعم. دائما ما يقال أنه الأهل بمن ينطون ثقة زائدة للبنت، تلقيها هاي البنت قادرة أنه تواجه العالم كليته وماكو أي خوف عليها. صح. أنا هذا اللي صار وياي. مثل ما قلت بالبدايات، أبوي الله يرحمه كان يعاملني على أنه أنا رجل مو امرأة. يعني غرس بي هذه الثقة، بحيث أنا عندي هذا الاندفاع الخطير جدا، أنا ممكن أدخل حق الألغام وما ألتفت وراي. فهذه الثقة هي اللي تولد هذا الشعور أنه أنا قادرة على مواجهة العالم، طالما أنا عندي أهل يسندوني، طالما عندي إخوة أخوات يحبون هذا الشيء بي. إذن أوظف هذا الشيء بالجانب المفيد، إيجابي. بالجانب الإيجابي اللي يقدر يخدمني أولا، يخدم المجتمع ثانيا، وينطي انطباع جميل جدا لعائلتي عني. شنو تقولين عن الشخصيات الناجحة؟ شنو ممكن يسووه حتى يأثرون أكثر بالنساء؟ قصدك المؤثرين حاليا الموجودين، أما نعم. الشخصيات الناجحة اللي احنا نعرف انه يعني على مر الزمان عندنا شخصيات نجحت هواية، شخصيات كان لها دور كبير جدا بتوجيه المجتمع. أنا شخصيا تأثرت مثلا بالراحل غاندي. نعم. اللي هو رغم بساطته لكن عنده أفكار غذت العالم وثقافته. أيضا مارتن لوثر كينغ، هذا الرجل اللي هي حط نهاية للحرب العنصرية بالولايات المتحدة. وعندنا أيضا من خلال أفكارهم هاي، من خلال نشر أفكارهم. الشخص الناجح لازم ما يكتفي بنجاحه لنفسه. أنا ما يصير أحقق شهرة بمجال معين وأترك هدفي
من هذه الشهرة أو أترك رسالتي من هذه الشهرة. اليوم أنا لما عملت على مجموعة شعرية، أنا ما راح أكتفي أنه تكون المجموعة الشعرية فقط ليقال عني أنه أنا شاعرة أو كاتبة أو أديبة، لا، لازم أوظف هذا الشيء على أنه أكون شخص منتج بمجالي. نعم. بمجال الأدب أو بمجال الثقافة بصورة عامة. الشخص لما ينجح لازم ينقل تجربته الناجحة للآخرين عن طريق أنا شنو استفاديت، تعالوا خلونا نستفاد سوا من هذا الموضوع. نعم. تعالوا أقول لكم شنو اللي نقدر نسويه، شنو اللي نقدر نحققه بفترة معينة، أو شنو اللي نقدر نقدمه للمجتمع. ولازم كل إنسان بالحياة تكون عنده رسالة. اليوم أنا كأم عندي رسالة أني أوصل ابني مثلا لمرحلة معينة، كزوجة عندي رسالة مثلا أني أكون زوجة يعتد بها، كبنت لازم عندي رسالة أنه أنا أكون لائقة بعائلتي، كأخت لازم أكون بمستوى يليق بأخوتي وأخواتي مثلا. كل امرأة لازم عندها هذا الهاجس أنه تحقق هذا النجاح ضمن هذه الحلقة، وبعدين تكون قادرة على أنه تحقق نجاحات أكبر. نعم ست ندى، حضرتك عشتي الكثير من التجارب، قلتي أنه هي كانت صعبة. نعم. نقلتي هاي التجارب إلى أشخاص آخرين قد يكونوا فشلوا وصار عندهم إحباط، وتنقلي لهم هذه التجارب اللي مريتي بها حتى تكون لهم مثل العبرة أنه يتخطون هذه المصاعب ويكملون ما هم يهدفون إليه. شوفي، أنا ضد الحديث بلغة الأنا، يعني أنا ما راح أقول أني سويت وأني كذا وأني مريت وهذه، لكن من خلال مثلا تجربتي بمجال التدريس. نعم. دائما ما كنت أذكر لطالباتي وطلابي، مثلا لما كنا طلاب كنا نعاني من هيك ظروف، فأنتوا قدها ولازم هيك تسوون حتى تنجحون، وأنتوا ولازم تكونوا مصرين على أنه تبلغون مرحلة دراسية ممكن تخليكم يعني بمستوى أهاليكم يكونوا فخورين بكم. فهذا الهاجس دائما هو مستمر، وهذا الاندفاع بداخلي أنه لازم الواحد يحقق شيء، مو شرط اللي يقلدني، لا، عندنا يعني أشخاص ناجحين مؤثرين على مستوى العالم كله. عندنا يعني قدوتنا طبعا هو اللي سبب بنجاحاتنا، وهو نبراسنا بهذه النجاحات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو رغم أنه هو كان شخص أمي لكن نجح وقاد أمة، إذن هذا نموذج نجاح. أيضا عندنا مؤثرين حتى بالوقت الحالي، عندنا أشخاص، عندنا شباب وشابات ينجحون بمجالات مختلفة وعديدة، بالمحيط القريب بالمحيط البعيد، بكل المجالات بكل الوظائف. نعم. لذلك أستثمر نموذج من هذه النماذج وأسير عليها حتى أحقق نجاح. ليش نشوف حاليا بهالوقت أنه قلة من الناس يلتجؤون إلى هذا النوع من الثقافات وقراءة الكتب؟ شوفي، هو إحنا يمكن أكثر مجتمع مر بمتغيرات هو المجتمع العراقي. يعني عربيا ما نحكي، لا، احنا نحكي عراقيا. حتى يعني ضمن نطاق الوطن العربي كل المجتمعات العربية مرت بظروف الحروب والتغيرات والثورات. كل متغير يطرأ بالمجتمع سواء كان سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي يكون أثره أيضا على الجانب الثقافي كبير جدا. يعني لما العراق مر من، خلينا نقول، من الثمانينات القرن الماضي، فترة الحصار، نعم، وبعدين التسعينات، وبعدين ما حدث بعد العام 2003 لحد اليوم، احنا بمتغيرات مستمرة. إذن هذا أثر كبير جدا على الجانب الثقافي. المجتمع صار يهتم بالسياسة أكثر من أنه يهتم مثلا بمجال الأدب. حتى داخل المضمار الأدبي صار عندنا هذه المتغيرات، صرنا نتأثر بمثلا الشعر السياسي بالأدب السياسي وكذا، صرنا نكتب عن الجوع، صرنا نكتب عن الفقر، صرنا فهذا يعني هذا التغيير الهائل جدا أكيد راح يكون له تأثير على الفرد البسيط. يعني هو حاير بعيشته، مثلا تجيني تقولي له تعال نقرأ كتاب، لكن مع هذا اكو محاولات جاده. هسه الأكثر يلتجؤون إلى الإنترنت، يعني ما يلزمون كتاب، يحسوا أسهل، طريقة أسهل. أنا واحدة من الناس مثلا يعني أصدقائي لما يرسلوا لي كتب PDF أقول لهم يعني عذرا أنا ما أقرأ كتب PDF، يعني كتب إلكترونية خلينا نقول. أولا لضرر على يعني صحتي مثلا، ثانيا لأنه أنا ما أستلذ بشيء يعني ما تعبانة به. مثلا فرق بين
انه تروحين لمكان وتقتنين كتاب، وفرق بين انه وانت قاعده يوصلك الكتاب. صح هو سهل لكن ما اشجع، بغض النظر عن انه هو شيء حلو انه الواحد يطور نفسه حتى مثلا تقنيا، لكن ما اشجع. شنو هي الرسائل اللي تقدميها للمجتمع من خلال اشعارك؟ هي دعوة لأنه نكون أنقياء من الداخل، نتعامل دائما رغم أنه هي رسائل ونصوص يعني وجدانية تحاكي المشاعر والأحاسيس، وهي نصوص رومانسية، لكن سميناها نصوص بيضاء لتكثيف اللون الأبيض ولتكون الرسالة بلون البياض. الإنسان لازم يكون أبيض من داخله، نقي، ويتعامل مع كل المتغيرات بنفس النقاء. يعني ما يصير مثلا ما أكون شخص يفكر بإيجابية، شخص يفكر بأنه يفرض نوع من التغيير. رسالتي هي أنه تعاملوا بنقاء، تعاملوا ببياض. نعم. كلمة أخيرة حابة تضيفيها؟ كلمة أخيرة، أولا طبعا هو لازم كنت أشكركم بالبداية، بس لأنه نعم. كان المدخل مباشر، ف طبعا أشكر فضائية كركوك على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر حضرتك على هذا الحوار الشيق جدا. شكرا لأنه سلطت الضوء على هذه الثقافة، أو أخص بالذكر يعني الشعر تحديدا، كونه الشعر بحد ذاته رسالة قائمة، وضروري أنه تكون عندنا رسائل مختلفة أيضا، مو بس في مجال الشعر ولا مجال الأدب، بكل ميادين الحياة. نعم. ويا رب إن شاء الله دائما إلى نجاحات متواصلة لكل العاملين بهذه الفضائية العريقة، بدءا من حضرتك وانتهاء بالشباب خلف الكواليس. وشكرا جزيلا. شكرا على تواجدك اليوم ويانا، وانت قدوة وايضا لكثير من النساء. الله يخليك. وانت رائدة، واحنا نفتخر بوجودك وكونك امرأة من كركوك. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. ألتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.